فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم السادة المشاهدون الكرام، نتمنى لكم أسعد الأوقات بإذن الله. يجب عليك أن تفعل كل الأشياء التي تستطيع فعلها وتحاول الوصول إلى الأشياء التي هي فوق قدراتك. ومعنا في هذا اليوم أطفال موهوبة جدد. أعرفكم على الطفل صالح وعلى الطفل براء، فمرحبا بهم. أول شيء نبدأ من عند براء عشان يعرف عن نفسه وموهبته. تفضل. إيش اسمك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي صالح أحمد النمر. موهبتي الإلقاء، فألقي أنا الشعر وأيضا المقدمات، فهذه هي موهبتي. ما شاء الله عليك. متى بدأت موهبتك؟ بدأت موهبتي منذ أن كان عمري 10 سنوات، فكنت أشارك في الإذاعات المدرسية وكنت مقدما فيها، وأيضا شاركت في بعض الفعاليات، مثلا أن ألقي كلمات. ما شاء الله. من اللي استكشف موهبتك، أنت ولا شخص آخر؟ أول ما استكشفت موهبتي هي عندما ألقي أي شيء على أمي وأخواتي فيقترحن علي أن ألقيها على أبي وإخواني عندما تجتمع الأسرة على مائدة واحدة، فألقيها ويشجعونني أخواتي وإخواني وأبي وأمي، فأشكرهم وأشكر كل من ساندني ودعمني في هذا الشيء. ما شاء الله. سمعت أن عندك مشاركات، اذكرها لنا. إيش مشاركاتك؟ في مشاركاتي في الشعر، وأيضا أنا مثلت في حلقة نثرة، وفي أيضا في إذاعة الجوف مثلت، وكنت من البطولة أنا، ومثلت في حلقة اجمع حسك، وكنت أنا من أحد شاركت في البطولة في هذه الحلقة. ما شاء الله. طيب فيك عندك شعر أو أي شيء تلقيه لنا؟ نعم، ألقى هذا الشعر المتنبي في خطاب أو عتابا له لأميره هو الذي كان يلقي عليه الشعر. تفضل. فعندما قال المستشار والوزراء للأمير، قالوا له أن المتنبي يريد أن يتولى الحكم بعده، فسمع عن هذا الأمر وقال: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب، إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. كم تطلبوا لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تؤتون والكرم، ما أبعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا ودان الشيب والهرم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم، وجاهل مده في جهله ضحك، حتى أتته يد فراسة وفم، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، ومرهف سرت بين الجحفلين به، حتى ضربت وموج الموت يلتطم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والشمس والخيل والقرطاس والقلم، يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ما شاء الله عليك. نتمنى لك إن شاء الله الخير والتوفيق. ما قلت لنا كم عمرك وصف كم أنت؟ عمري 11 سنة.
في دروس الآن سأدخل في سنة 2023 الصف الثامن بإذن الله. ما شاء الله. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى صالح ولا البراء؟ البراء. أوكي، عرفنا عن نفسك وموهبتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي البراء محمد القحوي. اسمي البراء محمد القحوي. موهبتي إلقاء وشعر. إلقاء الشعر. أوكي، اذكر لنا شعر. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. وانظر إلى الشمس التي جدواتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، في الجو مثل الشاررة. هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا مركز للخير، قلب ينبض بالقرآن، وهنا مركز للخير، قلب ينبض بالقرآن. هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا مركز للخير، قلب ينبض بالقرآن. ومجمع هذه الحلقات متعم بسمانا هداف، طابت بعطاء الثمرات، حين بها يبني الإنسان، حين بها يبني الإنسان. ما شاء الله. صف كم أنت؟ خامس. كم عمرك؟ عمري 11 سنة. ما شاء الله. متى بدأت موهبتك؟ من وعمري 9 سنوات. من اللي يشجعك؟ أبي وأمي والشعب اليمني وأصدقائي. الشعب لم يشجعك؟ ما شاء الله. أتمنى لك إن شاء الله الخير والتوفيق والنجاح. طيب يا صالح، في عندك شيء أو رسالة تديها للمشاهدين أو شيء؟ نعم. إيش عندك رسالة ولا شيء؟ أولاً أشكر أمي وأبي وأخواتي وإخواني وكل من شجعني وساندني في تنمية موهبتي. وأيضاً أوجه رسالة إلى كل الأطفال والآباء. فالآباء لا بد من أن يكون لديهم طفل أو ولد يملك موهبة، فيجب أن يشجعوه ويساندوه في هذا الأمر. وأيضاً أهنئهم بالعيد الكريم، بالعيد الكريم وهو عيد الفطر. شكرا لك يا صالح. والآن أعزائي المشاهدين، في نهاية فقرتنا نحب أن احنا نعطي لهم مكافأة رمزية مقدمة من مجمع السلام السكني. شكرا. شكرا. وأيضا أشكر قناة عدن وقناة اليمن لاستضافتهم في هذه المقابلة، وشكرا لكم. والآن أعزائي المشاهدين الكرام ننتقل إلى الفقرة الميدانية، فهيا معا. في قلب مجمع العبر التجاري يقع مجمع السلام السكني، متصدراً بمميزاته المتفردة عالم النهضة والبناء العمراني. مجمع السلام السكني يمتاز بمخطط ذات مواصفات حديثة، ويتفرد بوجود الخدمات والنهضة العمرانية التي يشهدها مثلث العبر. فكن مع مجمع السلام السكني التجاري حيث النهضة العمرانية. للتواصل يرجى زيارة مكتب أركان البناء، مأرب شارع الحديقة جوار مازن الصرافة، أو التواصل على الأرقام أسفل الشاشة. بجنبها. من أي محافظة؟ محافظة عمان. كم عمرك؟ صف كم تدرسين؟
إن شاء الله نجاح وتوفيق. ما تحب تهنئ في العيد؟ أهلي وأصحابي وأقربائي. أتمنى لك العيد مبارك. عندي لك سؤال. ما هو شيء ملك لكن الناس يستخدمونه أكثر منه، فما هو؟ يعني هو شيء قصة يعني ليش الملك لكن الناس اللي حولك يستخدموه أكثر منه، إيش هو هذا الشيء؟ الاسم. الاسم أكثر. وبرافو عليك، جبت الإجابة الصحيحة. تفضلي المكافأة. مبلغ رمزي مقدم من جمع السلام السكني. شكرا. ما هو البحر الذي لا يوجد فيه ماء؟ بحر فارغ. من هو؟ ما هو البحر؟ لا، البحر الميت فيه ماء. اللي في الخريطة. البحر اللي في الخريطة. أيوة. يلا جبت الإجابة الصحيحة وتفضل المكافأة. وافرح فيها البركة وزيد، كان العيد وكان العيد. ممتازة في الصف انتي؟ ممتاز يعني ممتازة في الصف من الأوائل في الصعيد. ما شاء الله عليكي. ما تحبي تهنئ في العيد؟ أقربائي وأصحابي وأمي احنا كمان ننقل في العيد. طيب عندي لك سؤال سهل جدا. ما هي أصغر سورة في القرآن الكريم؟ سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. تفضل المكافأة. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا على اسمك؟ زيد المسلم. من أي محافظة؟ محافظة أمران. كم عمرك؟ 10 سنوات. طب كم تدرس؟ رابع. أتمنى لك النجاح والتوفيق. أدي لك لغز أو سؤال. السؤال يقول: ما هو الشيء يلي بالمزرعة أخضر والسوق أسود والبيت أحمر؟ الشاي. الشاهي؟ متأكد؟ تفضل مكافأتك. تحية شباب. مع السلامة السكني. شكرا. عرفنا عن اسمك؟ عبد الله جمال. من أي محافظة؟ عمان. كم عمرك؟ 14 سنة. طب كم تدرس؟ سادس. أتمنى لك النجاح. عندي لك سؤال. ما هي السورة التي تسمى بعروس القرآن؟ الحمد لله. ايش سورة الحمد لله؟ يلا بسرعة. القدر. القدر. لا شكرا، حظ أوفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالبطلة. ايش اسمك؟ جمال عبد الله مهدي. من أي محافظة؟ ما أعرف. كم عمرك؟ 30 سنة. ما تحب تهنئ في العيد؟ الأهل والأصحاب والأصدقاء والزملاء والشعب اليمني بعد. ايش رأيك في العيد في هذه السنة؟ ما شاء الله بالنسبة للعيد في مأرب أفضل الأعياد. يلا شكرا لك. عندي لك سؤال. السؤال يقول: ما هي السورة التي تسمى بعروس القرآن الكريم؟ سورة آل عمران. سورة آل عمران. ركز، فرصة فيها جواب غلط. سورة البقرة. لا شكرا، حظ أوفر. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا عن اسمك؟ جمال عبد الغفار. من وين أنت؟ من نار. كم عمرك؟ عمري 10. طب كم تدرس؟ رابع. أتمنى لك النجاح. ما تحب تهنئ في العيد؟ أصدقائي وأصحابي. ايش رايك في العيد في هذه السنة؟ حلو. يلا أنت عندي لك سؤال لازم تجاوب عليه. ما كيف في القرآن؟ ها؟ كيف في القرآن؟ كم حافظ أجزاء؟ مثقف أنت في القرآن؟ كم حافظ أجزاء؟ ما شاء الله عليك. ما هي السورة التي تسمى بعروس القرآن الكريم؟ سورة الرحمن. سورة الرحمن. متأكد؟ يا سلام عليك. ما شاء الله عليك. تفضل جائزتك مقدمة من مجمع السلام السكني. شكرا. تصفيقة يا شباب. السلام عليكم. عرفنا على اسمك؟ أي محافظة؟ كم عمرك؟ 14 سنة. طب كم تدرس؟ ما شاء الله عليك. عندي لك سؤال. السؤال يقول لازم تفكر فيه. للعنكبوت كم عند العنكبوت أرجل؟ 8 أرجل. متأكد؟ وتفضل أجبت الإجابة الصحيحة. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. ما رأيك بهذا العيد بهذا السنة؟ حالي. كم عمرك؟ عمري 10. عرفين على اسمك؟
اسمي رينات علي. كيف حالك يا رينات؟ بخير. عيدش مبارك وكل عام وانت بخير. علينا وعليش. طيب انت عيدش يا رينات لنا مشاركة؟ ايش المشاركة؟ هي يعني قصيدة، ما أعرف شعر ولا قصيدة، بس يعني قصيدة يمكن. قصيدة للمتنبي؟ يلا قدميها لنا. متى تزر قوما من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل، والهجر أقرب لي من ما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل، ما كان ظني إلا فوق معرفتي بأن رأيك لا يؤتى من الزلل، أقل أن الإقطاع أحمل علي سلي، أعد تتحشى بس تفضل أدنى سر صلي، لعل عتبك محمودا عواطبه فربما صحت الأسباب بالعلل. ما شاء الله عليك يا رينات، تحية لرينات. ما شاء الله عليك يا رينات، تفضلي مكافأتك مقدمة من جمع السلام السكني. شكرا. إذا أعزائي المشاهدين، الذي لم يعرف ما معنى البيض والأسل في قصيدة المتنبي، البيض وهو السيف، وأما الأسل فهو الرماح. وبهذا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى خاتمة حلقتنا لهذا اليوم، وبإذن الله نلقاكم في برنامج جديد بحلة جديدة ومتميزة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد.